اوعى تفتح صفحه جديده مع اي حد وجعك او تسبب لك في اذى او عمره ما حبك او ما عرفش قيمتك او ما قدرش يحافظ عليك. ارمي له الكتاب كله وبناقص من اي صفحه جديده هتعيد لك نفس الحكايه. حاول تفهم الكلام. ماشي. في ايدك تكسر الرقم القياسي انك توصل للنهائي. ضربة واحدة تكسبك تقوم تضيعها. طب الضربة التانية، طب انت ما بدأتش بالسولية ليه في الضربة دي؟ 5 السولية برستاو. اشوف واحد يا عم غير دول. برضه كذلك الامر كهربا بيثبت نفسه ان هو يرحل بعيد عن الاهل. انا بقيت بصراحة بأمانة الله انا مش عارف كولر ده احنا كشعب مصري او كنادي اهلي ازاي احنا نخلي الناس دي تستفاد بفلوسنا واحنا ما بنجيبش مدربين ده احنا عندنا مدربين عالمية. والله العظيم عندنا مدربين عالمية يا عم. طب ليه احنا ما بنفكرش في مدرب من عندنا؟ ليه بنمشي سيد عبد الحفيظ؟ طب ليه بمشي لعيب زي مثلا ديانج، حمدي فتحي، اللهم صل على النبي، عبد القادر؟ ليه بمشيهم؟ دول لو موجودين كانوا كسبوا الفرقة ديت. لو في صانع ألعاب صح وفي رؤوس حربة صح كنا كسبناهم مش أقل حاجة 4. احنا هنفضل في الهم ده كتير بقى يعني المكسب في ايدينا والبطولة خلاص. أنا خلاص على عتب هدف واحد وأوصل للنهائي، يبقى أنا عملت تاريخ. واجي ببساطة كده أنهي بضربتين يضيعوا واللي خلاص أملنا في ربنا الأول التاني يحطها في العارضة. مين خالد عبد الفتاح ده؟ يا جدعان شوفوا لنا حل للأهلي. الأهلي مستواه وحش. الأهلي من ساعة كولر ما جه الأهلي كانت فرقة حلوة، دمر لعيبة كتير. وانا برضو بوجه الشكر لجمهور الزمالك اللي كان في الاستاد. انا كاهلاوي بامانه الله بوجه لهم الشكر، وانتم محترمين. سيبك من الجمهور الجاهل سواء اهلاوي او زملكاوي او من اي فرقه تانية بيشجع فرقه تانية. فعلا فيه بعد الاطراف محترمين. يعني شوف في الهدف اللي ضاع ده بتاع كهربا، شوف اللي ماسك علم الزمالك ده راح جاي متعصب. هو ده فعلا الجمهور اللي بيفهم. هارد لك للاهلي، ويا رب اشوف الزمالك في بطوله عالميه نتفرج عليهم رخرين. ويا جدعان بلاش الحساسيه اللي احنا بنحطها بينا وبين بعض ديت. بامانه الله ما هتاكل عيش. والكره المصريه في ضياع بدليل ان ما عنديش منتخب. منتخبي لو كسب بيكسب بالعافيه، بيكسب الرأس الاخضر بالعافيه، بيكسب زامبيا بالعافيه، بيكسب الفرق دي فالفيردي دي ولا اسمها دي بالعافيه. فين الكره المصريه؟ فين المسؤولين؟ يا رب يكون اللي جاي احسن. برغم ان احنا بصراحه الليله دي انا بامانه الله زعلان وكل جمهور الاهلي زعلان.